مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار، وهذا أبرز عنوانها: خبر سار ومفاجئ للمغاربة بخصوص أسعار المحروقات. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية إليكم التفاصيل. مع أول أيام السنة الجديدة تلقى المغاربة خبرا سارا يتمثل استمرار منحنى انخفاض أسعار المحروقات في محطات بيع الوقود بالمغرب، وهو التوقع الذي عبر عنه محللون وخبراء منذ بداية شهر دجنبر الماضي، تماشيا مع التراجع المسجل في الأسعار الطاقية الدولية. وسترقى لوحات أسعار المحروقات بمعظم المحطات نحو مزيد من الانخفاض بحلول منتصف ليلة السبت الأحد، وفق ما أعلنته 4 شركات كبرى موزعة المحروقات بالمغرب ضمن بيانات توصل بها الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب. ومقابل استقرار أسعار البنزين الممتاز، انخفضت أسعار الغازوال بحوالي 0.60 درهم، مع تباين في الأسعار بين الموزعين من محطة إلى أخرى حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة وكذا من مدينة الأخرى، نظرا لاختلاف المسافة التي تفصل كل جهة عن مدينة المحمدية منطلق التوزيع الأساسي. وعلى العموم تراوحت أسعار الغازوال منذ صبيحة اليوم الأحد بين 13 درهم فاصلة 80 و 14.30 درهم، في وقت استقرت أسعار البنزين في حدود 14 درهما و30 سنتيم في المتوسط، مسجلة انخفاضا طفيفا في اللتر الواحد قدره 0.4 دراهم. يأتي هذا بعد دشنت أسعار المحروقات بالسوق الوطنية انخفاضا هاما منذ أواخر نوفمبر الماضي.